صباح الخير ومساء الخير في اي مكان وفي اي وقت انتوا بتشوفوني فيه. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. كل سنه وانتوا طيبين. بمناسبه الصوم قلت اعمل لكم حاجه كده، يعني في اول الصوم تتسلوا بيها. عملت لكم كب كيكس يومي. الكب كيك ده بالنسكافيه. مقاديره سهله، موجوده عندنا في كل بيت، مش هتحتاجوا ابدا انك تجيبي حاجه من بره. يلا نعمله معاكم خطوه بخطوه. اول حاجه معانا هنحط 3 كوبايات دقيق. انا بعاير بالكوبايه المعياريه، كل واحد بقى يعاير بحاجته حسب المج اللي انت عايزاه او الكوبايه اللي انت عايزاها. هنخلهم، الاحسن انه يتنخل علشان بيطلع الهواء، بيبقى مفرفر كده، واي حاجه فيه بيبقى حلو قوي لما بيتنخل صابح كده. بعد ال3 كوبايات دقيق هحط ذرة ملح، حاجة بسيطة لان الكب كيك ده يبقى شوكليت. هحط نص معلقة بيكربوناتو اهي. هحط نص باكو من البيكنج باودر. نحط كده بالبركة، انتوا حطوا معلقة كبيرة. كل دي الحاجات الخام على بعضها. بعد كده احط 4 معالق من الكاكاو الخام. انتوا بقى ما تحطوش كاكاو عليه سكر، حاولوا يبقى خام على قد ما تقدروا. وزي ما قلنا قبل كده ان احنا بنستعمل الكاكاو اللي هو الاسباني، ده احلى انواع الكاكاو، بالذات في الحاجات الصيامي. الكاكاو الاسباني بيبقى حلو قوي في الوصفات دي. 1 2 3 4 كده. خلصنا المكونات اللي هي الجافة، حطيناها كلها على بعضها وقلبناها بالشكل ده. هنعمل بقى المكونات اللي هي سايلة، نحطها برضو مع بعض وبعدين نبقى نضيف الاتنين واحدة واحدة. هكون مجهزة كوبايتين مية دافية، واحط على كوباية، كل كوباية فيهم معلقة نسكافيه، ونقلب. كوبايتين ميه دافيين، نحط كده ونقلب مع بعض. نقلب النسكافيه كده مع بعضه، وبعدين احط معلقه خل كبيره، وبعدين احط فانيليا، وبعدين نضيف 3/4 كوبايه زيت ذرة، زيت عباد اهو. دي المكونات السايلة كلها مع بعضها، هنخلطها كده وبعدين نحط عليها السكر وندوب السكر فيها، وبعدين نبقى نحط على المكونات اللي هي الجافة اللي هي دي. هضيف السكر على ده ونقلب. هنحط كام كوباية سكر؟ هنحط 2 كوباية سكر. ضربت كل المكونات السايله، السكر مع النسكافيه مع الخل مع الفانيليا مع الزيت، كله ضربته في الخلاط مع السكر. وهضيف دلوقتي للدقيق مع الكاكاو، نحط واحده واحده ونقلب.
الخليط ده بيبقى متماسك شويه، تقيل شويه كده اهو. ممكن نزود له شويه كمان. بصوا كده بقى الخليط كله متجانس. هنحضر بقى الصينيه بتاعه الكب كيك ونحط فيها الورق بتاع الكب كيك ونصبه وندخله في الفرن ونشوف شكله عامل ازاي. بعد ما ضربت كده الحاجه الخليط كله انا حطيته في شفشق كده عشان اعرف انزله على القوالب بتاعه الكب كيك. حضرنا الصينيه وحطينا الكب كيك، هننزل بقى في واحده واحده كده. هنملى 3/4 ونسيب الربع فاضي. هوريكم كده واحده كمان. انا كده صبيت كل الكب كيك اهو. هدخله على درجة حرارة 180 اول 10 دقايق. هندخله على درجة حرارة عالية. بعد 10 دقايق هنوطي ونسيبه يستوي. هياخد حوالي 10 دقايق كمان. فيلا ندخله الفرن ونشوف. ده شكل الكب كيك بعد ما طلع. طعمه فظيع، هيحبوه قوي اطفالكم. ممكن تفطروا بيه الصبح مع كوبايه شاي، ممكن بالليل لو انتوا زهقانين من الاكل هيعجبكم جدا جدا. زي ما عملناه مع بعض، طريقته سهله ومكوناته بسيطه. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. باي باي.